السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض مكنة زبادي كاملة متكاملة في البيت، بدل ما نشتريها من بره ب 200-300 جنيه مش هتكلفنا حوالي 10 جنيه او اقل من كده. اول حاجة بنحتاجها زي ما حضراتكم شايفين، بنحتاج خشبة قطرها 10 او 12 سنتي، سمكها 2 ملي، ما يقلش عن كده، ممكن يزيد، مفيش اي مشكلة ان هو يزيد معانا. خامات كلها متواجدة في كل بيت. بعد كده هنحتاج سلك كهرباء اخره فيشة، متوفر في محلات الادوات الكهربائية او ممكن يكون متواجد في كل البيوت. بعد كده هنحتاج لمبة 40 واط تنجستن عادية جدا، عادية او مصنفرة مفيش مشكلة. بعد كده هنثبت السلك بتاعنا في الدويل زي ما حضراتكم شايفين، وهنثبت الدويل بتاعنا في الخشبة زي ما احنا شايفين. موضوع بسيط وسهل جدا ونتيجته مضمونة زي مكنة الزبادي اللي بنشتريها من بره. بعد كده بنثبت اللمبة بتاعتنا في الدويل بتاعنا، وبكده نكون عملنا مكنة الزبادي بتاعتنا في البيت بدون اي تكلفة تقريبا، ونتائجها ممتازة. بعد كده بنحضر اكواب الزبادي بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، وتابعونا ان شاء الله. هنقدم طريقة عمل الزبادي زي زبادي الشركات، ان هو ما يبصي وطعمه لذيذ جدا. تابعونا ان شاء الله. بنحط اكواب الزبادي بتاعتنا جوه فرن صغير او جوه حله او جوه علبه، وبنحط مكنه الزبادي بتاعتنا في النص لحد ما الزبادي بتاعنا يستوي. وبكده نكون عملنا مكنه زبادي كامله متكامله في البيت، بتقدم لي نتيجه ممتازه احسن ما من نتيجه الفرن بكتير اللي ممكن يبوظ الدنيا، وكمان بدون اي تكلفه. يا ريت لو عجبنا الفيديو بتاعنا نعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله، وشير للحلقة عشان يستفيد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض زبادي الشركات اللي كل اولادنا بيحبوه في البيت بنص الثمن. اول حاجة بنحتاج الزبادي بتاعنا اللي الاولاد بيحبوه. بنجيب النوع اللي هم بيحبوه، سواء كان كامل الدسم هنستخدم لبن كامل الدسم، لو قليل الدسم هنستخدم لبن غاليينه ومبردينه وشايلين القشطه بتاعته عشان نضمن ان هو الدسم بتاعه قليل، او بنجيب اللبن الزبادي اللي بالخمائر لو احنا بنفضل النوع اللي بالخمائر. بعد كده بناخد معلقه واحده كبيره من لبن الزبادي اللي احنا بنفضله، وبنحطه في دورق زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده، معلقه واحده بس لكل كيلو لبن، ما بنزودش عن كده. بعد كده بقى بنقدم لحضراتكم السر اللي بيخلي زبادي الشركات يطلع بنفس الطعم اللي احنا بناكله من بره، وكمان يحافظ عليه من ان هو يفضل طعمه جميل من اول الكوبايه لاخرها من غير ما يبوظ، من غير ما يبقى مزز، الا وهو نص معلقه سكر بنحطها على معلقه الزبادي بتاعتنا اللي احنا مستخدمينها. هو ده السر اللي بيحافظ على الزبادي طعمه جميل زي طعم زبادي الشركات. بعد كده بعد ما استخدمنا معلقه السكر بنحط السكر على معلقه الزبادي بتاعتنا، وبندوبهم كويس جدا جدا مع بعض لحد ما يتجانسوا زي ما حضراتكم شايفين. بنكون بعد كده مجهزين لبن فاتر يا جماعه بدرجه حراره فتره نقدر نستحملها عشان الخميره بتاعت الزبادي ما تبصي، وبنضيفها للزبادي وبندوب كويس جدا. بعد كده بنوزع الزبادي بتاعنا في اكواب الزبادي، وتفضل ان هي تكون اكواب من الازاز علشان ما يحصلش تفاعل مع الحرارة اللي هتسوي الزبادي. بعد كده بنحط الزبادي بتاعنا في فرن او في حلة او في علبة. بنرص الاكواب زي ما حضراتكم شايفين، وبنحط مكنه الزبادي اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديو اللي فات. اتعلمنا ازاي نعمل مكنه زبادي في البيت ب10 جنيه بس بدل ما نشتريها ب 200 و300 جنيه. اللي ما شافش الفيديو بنحطين الرابط بتاع الفيديو لو حابب ان هو يتعلم ازاي يعمل مكنه زبادي في البيت. وبنسيب الزبادي بتاعنا لحد ما يجمد تماما من الاطراف ومن الوسط، وبكده نبقى احنا حصلنا على زبادي زي زبادي الشركات في البيت، نقدر نعمل منه كذا مرات عديدة يا جماعة. لو عجبنا الفيديو يا ريت نعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشير للحلقة عشان الناس كلها تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.